السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايين نعمل حاجة حلوة. طبعا بلح الشام انا عملته لكم، كان اول فيديو ليا نزلت بيه. النهارده هنعمله بطريقة جديدة ومقادير بمنتهى البساطة. كوباية مية، نص كوباية زيت، كوباية دقيق، عليها معلقة نشا وبيضتين ورشة ملح صغيرة ومعلقة سكر. المقادير سهلة جدا، ومعلقة صغيرة خل. هنحط كله على بعضه، المية على الزيت تمام، على شوية الخل على الملح والسكر خلاص، وشوية الخل، وهنرفعهم على النار لحد ما المية تغلي. تمام كده، تغلي معايا جامد بالشكل ده. وهاجي نازلة بالدقيق على النشا، ونيجي مقلباهم بالشكل ده لحد ما ما العجينه تلم معايا وتبقى زي الكوره كده، وتشرب كل السوائل اللي ما كانت موجوده في الحله. خلاص كده، تقليب مستمر اهو على الهادي. خلاص طفينا كده النار، وهنبتدي نقلب فيها لحد ما الخليط يمتزج كويس جدا جدا وتبقى ناعمه بالشكل ده. وسيبوها لما تبرد، اهم حاجه ان هي تبرد. نفضل نعمل فيها كده بايدينا او بالمضرب الكهرباء، هي مش مستاهله مضرب كهرباء، فانا هعملها كده واسيبها شويه عشان قبل ما انزل بالبيض. خلاص اتاكدت ان هي بردت، هنزل بالبيض بيضه بيضه. البيض طبعا عليه رشه فانيليا. تمام، انا بحط رشه الفانيليا على البيض عشان الزفاره. وطبعا معلقه الخل اللي انا حطاها برده عشان الزفاره. معلقه النشا اللي انا حطاها عشان خاطر القرمشه، بيبقى من جوه طري قلبه حلو، ومن بره من جوه فاضي ومفرغ كده، ومن بره مقرمش. وهبتدي اقلب بالشكل ده وانزل بالبيضه التانية. وبعدين هتبقى العجينه بالشكل اللي هتشوفوه ده. دي كده العجينه والقوام بتاعها تمام التمام. كيس بقى حلواني والبلبله اللي انتوا عارفينها بتاعه بلح الشام. والزيت على البارد، انا هجيب الزيت دلوقتي قدامكم على الرخامه ماشي، هنزل فيه بلح الشام على البارد، وبعدين هبرفعه على النار علشان خاطر بيفور وبيبهدل الدنيا. لازم ينزل على البارد وبعدين يتحط على النار. خلاص بالشكل ده هبل صباعي زيت علشان خاطر هو بيمسك شويه، العجينه بتمسك شويه. خلاص، وبصباعي كده. اللي حابب بمقص مفيش مشكله، بس انا بملك اكتر بايديا. خلاص بالشكل ده. وبتعملي الحجم اللي انت عايزاه، بتظبطي الحجم انه يكون موحد عشان يبقى شكله لطيف. خلاص، وهكمل الطاسه بتاعتي كلها وارفعها على النار. طبعا مجهزه السيرم بتاعي، سيرم تقيل احنا عملناه قبل كده مع بعض كذا مره. خلاص، حسب الكميه اللي عندك، ويكون بارد، ويكون يعني تقيل ويكون بارد علشان خاطر يطلع من الزيت سخن. احط على طول في الشربات. تمام كده، دخلته على النار اهوت، ابتدى يغلي وهيبتدي ياخد لون اهو معايا. لسه ما وصلتش للون اللي انا عايزاه. ده ابتدى ياخد اللون اللي انا عايزاه، انا بحبه احمر كده وجميل. شايفين منفوش جميل جدا، مقرمش خالص خالص خالص، ومفرغ، وطعمه تحفه تحفه بجد. ما شاء الله يعني، بالف هنا وبالف شفا. خلاص، وهقلبه في شربات كده، مش هغيبه في الشربات، يا دوب اقلبه كده واطلعه على طول على طبق تقديم. خلاص، وده شكله معانا زي ما انتم شايفين، ما شاء الله عليه. سهل جدا، ما خدش مننا ربع ساعه. والله سهل جدا جدا جدا. وكمان سبت الربع ساعه ده ان هو يبرد، ووقت التحمير على البوتاجاز يعني كله على بعضه، ما يعني ما فيش ربع ساعه تلت ساعه. جميل جدا جدا وسهل خالص. ما شاء الله المقدار عمل لي كميه زي ما انتم شايفين. ده كوبايه الدقيق عملت لي الشويه دول ما شاء الله. حاجه يعني كويسه برضو. بألف هنا وبألف شفا. يا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش دعمونا بس باشتراك ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظرونا في حلقة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.